السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بتاعنا هيتكلم ازاي اقدر اعرف ان السلحفة بتحتضر او بمعنى اصح خلاص هتموت. فطبعا حبيت اعمل لكم الفيديو ده عشان طبعا اتبعت لي وسألوني وقالوا لي السلحفة طبعا قطع الاكل وحركتها بطيئة جدا، مفيش اي رد فعل كده، رد الفعل بسيط جدا وداخله جوه الصدفة ما بتاكلش، الشهية مقفولة. فطبعا انا في الوقت ده بكون عارفة ومتأكدة ان السلحفة للأسف الشديد بتحتضر. بس طبعا ما بقدرش اقول لصاحب السلحفة او صاحبة السلحفة ان السلحفة خلاص هتموت، عشان طبعا الخبر بيبقى صادم، وطبعا في الاول وفي الاخر الموت بايد رب العالمين. فعشان كده انا ما بحبش اقول، فحبيت اعمل لكم الفيديو ده عشان لو شفتوا العلامات دي لا قدر الله على السلحفة بتاعت حضراتكم تقدروا تعرفوا ان للأسف الشديد خلاص السلحفة بتحتضر وهتموت. فما ينفعش بقى ان احنا نديها علاج او نبهدل في السلحفة في حقن وحاجات من دي طبعا. السلحفة زي ما حضراتكم شايفين شكل عينيها، هي طبعا لسه ما ماتتش بقى، هي شايفين بتحرك ايديها ورجليها، بس عينيها داخله لجوه وكمان جلدها مقشر، بقها كمان مبيض عشان هي ما بتاكلش. شكلها يعني خلاص، يعني شكلها خلصان جدا جدا يعني. فطبعا اول ما بعت لي الفيديو انا عرفت على طول ان هي بتحتضر وخلاص، هي كلها ايام بس مش اكتر، والسلحفة للاسف الشديد هتموت. بس طبعا انا ما اقدرش زي ما قلت لحضراتكم ان انا ابلغ صاحب السلحفة بخبر زي ده، عشان الخبر بيبقى مؤلم جدا. فحضراتكم لما تشوفوا منظر السلحفة كده تعرفوا على طول ان هي خلاص بتحتضر، خصوصا احنا بنعرف من شكل عينيها ومن شكل راسها، شكل راسها بيبان عليها جدا ان هي خلاص بتحتضر. طيب ايه اللي وصل السلحفة لكده يا طنط نانا؟ طبعا السلحفة المصري طبعا حضراتكم عارفين ان مناعته قليلة، ولا قدر الله لو دخل في الجسم مرض بيبقى علاجه صعب جدا وبيحتاج مجهود. فاحنا اول ما بنروح للبيطري، البيطري على طول بيديله حقنة مضاد حيوي، وهو اصلا بيكون قاطع الاكل وجسمه ضعيف فما بيستحملش المضاد الحيوي، فللاسف الشديد بيموت. وده مش كلامي انا، ده كلام معظم المتابعين اللي بيبعتولي ويحكوا لي ويقولوا لي الكلام ده من سنين فاتت. كل ما حد يبعت لي ويقول لي السلحفة كانت تعبت شوية خدتها ورحت البيطري اداها مضاد حيوي، السلحفة بعدها قطعت اكل قطعت حركة، وبعد كده بنتفاجئ ان السلحفة ماتت. طب ازاي؟ هو في علاج بيموت؟ طبعا لو الجرعة غلط. هنا طبعا للأسف الشديد السلحفة كانت ماتت، وكانوا بيوروني ان هي مفيش اي رد فعل ليها خالص. طبعا الجرعة لو زيادة بتاعة المضاد الحيوي بتبقى خطر. طبعا السلحفة حجمها صغير جدا، فبتبقى ليها يعني جرعة معينة. يعني احنا بنقول دايما بنوزن السلحفة وبندي على قد وزن السلحفة بندي الجرعة. طبعا الدكاترة ولا بيوزنوا ولا بيعملوا، وطبعا مع احترامي لكل البيطريين مش معظمهم تخصص سلاحف، معظمهم تخصص طيور وقطط وكلاب وحاجات من دي ومواشي وحاجات كده. فطبعا السلحفة المسكينة اول ما بنروح بيها احنا طبعا بنبقى عايزين ان احنا ننقذها، بنروح بيها لأقرب بيطري. المفروض نسأل حضرتك تخصص سلاحف ولا لا، ونقدر نميز هو هيقدر يتعامل معاها ولا لا. فأبسط حاجة بيعملها ان هو بيديها مضاد حيوي، والسلحفة لا حول ولا قوة لها بتقعد يعني على حسب بقى عمرها يوم اتنين، وبعد كده خلاص يعني بتموت. فرجاء يعني احنا من البداية نحافظ على السلحفة من اي امراض، نوفر لها بيئة مناسبة او بيئة تشبه لبيئتها الطبيعية عشان خاطر ما نعانيش من الامراض دي ونخسر السلحفة. هنا طبعا كانت ماتت، بصوا عينيها بتبقى عاملة ازاي، عينيها بتبقى دخلت لجوه خلاص، وبقها والجلد اللي حوالين رقبتها او حوالين راسها كده بيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. في الوقت ده نقدر نعرف ان السلحفة خلاص ماتت. فبنبتدي بقى، انا كنت عامله لكم اكتر من فيديو ازاي نتعامل مع السلحفة بعد موتها، نتفرج على الفيديو وقدر الله ما شاء فعل.